بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة. كل سنة وانتم طيبين. رمضان عدى علينا هوا من غير ما نحس بيه حتى والله. عامة هي الأيام كده، لازم كل حاجة حلوة برضو بتعدي. هنعمل بقى ايه؟ تسالي العيد معانا. هنبتدي بالسوداني. أنا كل سنة والله بشتري حامص، بس السنة دي حبيت أحمصه في البيت، فحبيت أوريكم إن الطريقة سهلة وبسيطة ولا بتاخد وقت ولا بتاخد مجهود ولا حاجة. بس كل اللي بحتاجه فرن غاز او بوتاجاز الموجود عندك والمتوفر عندك، وطبعا الكمية اللي انتي حباها. طبعا انا عندي هنا حوالي 3 كيلو، اخدت منهم هما دول كانوا 4 كيلو، اخدت 3 كيلو وخليت او 2 كيلو ونص، وخليت تقريبا كيلو ونص. يعني خليتهم اعملهم مرة تانية. عندي رشيت الاول شوية مية على السوداني، فضيت السوداني بتاعي في بلاستيكة كده او طبق واسع او حاجة واسعة، رشله مية. وعلشان المية، علشان انا اديته تقليبه حلوه بعد شويه المية اللي انا رشيتهم، يعني انا ما كملتش كوبايه المية، عشان انا برشله ملح، بنملحه بالملح، فالمية بتخلي الملح يمسك فيه. اديله تقليبه مظبوطه كده. ادي الكميه بتاعت اللي انا خليتها، اعمله مثلا في العيد الكبير ولا قبل العيد الكبير وقت ما نحبه بقى. تبع كمية الملح اللي انت عايزاها برضو. فهو يعني المفروض ان هو سوداني مملح، فطبعا حطيت كمية الملح اللي انا عايزاها. كمية الملح تبع ما انتوا عايزين، بس لازم تحطوا له ملح علشان يطعم فيه ويبقى طعمه حلو كده وجميل. اديله تقليبة مظبوطة كده برضو، واقلب الملح كله فيه. عندي هنا بقى الصواني بتاعت الكحك دي، او السجان بتاعت الكحك او الفطير. استخداماتها كتير بصراحة. فانا جبت انا بالنسبه لي هسويه في فرن البوتاجاز او هحمصه في فرن البوتاجاز، عشان طبعا رف وشبكه وكده، فهحط الاتنين في الفرن هيبقوا شغالين الاتنين معايا. طبعا هفضي الكميه كده، هقسمها على الصينيتين دول. واشوف يعني اشيلهم للصينيتين. طبعا انا في صينيه منهم باب الفرن او باب البوتاجاز ما قفلش، فنقلتها في صينيه تانية اصغر شويه، اللي هي صينيه القلل بتاعتنا عندنا كده. زمان كانوا بيقولوا عليها كده، فلسه لحد النهارده بيتقال عليها صينيه القلل. فاحنا حمصنا السوداني في صينيه القلل. صينيه ألمونيا عاديه، انا بعمل فيها كيكه وبعمل فيها بشاميل، بعمل فيها كل حاجه، بعمل فيها فراخ. صينيه ألمونيا. بوزع الكمية كده على الصينيتين او على الصاجين دول. طبعا سبتهم شوية شربوا من الملح بتاعهم. وهنا جيت بقى على البوتاجاز، كنت ولعته سخن شوية. بقيت بقى اقلب، واخدة بالي منه على نار هادية بقى. بصوا اللي هي الشمعة، وكل شوية بقلبه. انا حابة النار تكون هادية عشان ما يتلسعش مني وما يكونش مستوي من جوه. بقيت اقلب واطلع مثلا الصينيه دي فوق شويه، وانزل الصينيه تحت شويه، لان انا برضو بقيت رافعاها على الرف، مش الصاجه اللي منها للنار، لا رافعاها كمان رف تاني. طبعا هنا بقى خلصناه. هنا طبعا طلعته وسبته برد وهدى. وهنا يعتبر تاني يوم الصبح بقى قعدت علشان اعبيه. انا غطيته وهو في فرن البوتاجاز لحد ما يبرد وسبته، بس كنت مغطياه. اهم حاجه تغطيه، ما تسيبهوش عريان عشان ما يرطبش منك. غطيته بصينيه، انا حطيت لميت السوداني كله في صينيه واحده دي، وغطيته. السوداني مقرمش وحامص وجميل، حتى الحبايه البيضه ادام تفركيها كده والقشره تطلع معاكي خلاص هو مستوي. هي بيضه بس حمصانه وجميله، لان انا دقته بصراحه كان جميل. حبيت السوداني كده مقرقشة ومقرمشة كده وبتقرقش وجميلة بصراحة. ازاي بقى ان احنا نشيل كمية السوداني دي عندنا من غير ما ترطب؟ لو قعدت عندك شهر، ولو انه هو مش هيقعد الكلام ده، احنا يعني الحمد لله كوبايتين شاي جنب شوية السوداني دول مش هياخدوا معانا 3-4 ايام. شايفين؟ انا عايزة اوريكم بس يعني ازاي ان هو حامص، وحتى الحباية البيضة حمصانة وجميلة. ادام زي ما قلتلك، ادام القشرة دي تطلع معاكي، القشرة الحمرا دي، اعرفي ان هو حمصان وجميل. لو ما طلعتش وفضلت لزق، اعرفي ان هو لسه عايش شويه كمان. اهم حاجه تهديله النار.
ازاي بقى نشيل السوداني؟ عندي الجردل ده نضيف وجميل وشايلاه بس للحاجات ديت ومغسول، وعندي الكياس ديت، يعني انا المفروض الكياس دي بتيجي للكحك والبسكوت برضو. حطيت كيس كده في البرطمان او في الجردل او اي كيس عندك، بس يكون كبير يعني ياخد ايه ينزل في الجردل. ممكن تحطيه في كرتونة، ممكن تحطيه في الكيس، كيس جوا كيس بس يكون مقفول محكم. هنزل طبعا في السوداني بتاعي كله اهو، ده يحفظهولك يفضل معاكي مقرمش وعمره ما يرطب ادام ما دخلهوش هوا. انزل بقى السوداني بتاعي كله فيه. اهم حاجه يعني تقفلي عليه كويس وما يدخلهوش هوا، عمره ما هيرطب معاكي، هيفضل معاكي الاخر قرن سوداني او فول سوداني مقرمش وجميل. طبعا انا كده خلصت وعبيته اهو. اهم حاجه هنا بقى ان احنا نقفل الكيس كويس عليه ويكون محكم، ايد واحده اللي بتاخد تقفل كويس، تاخدي تقفلي كويس. ودي طريقة تحميص السوداني بتاعتنا البسيطة كده، يا رب تكون عجبتكم. حبيت اشارككم فرحة العيد معانا. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم، بحبكم في الله، احلى اخوات واحلى متابعين.